صباح او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوفوا فيه الفيديو. اتمنى تكونوا بخير. حلقه النهارده من الحلقات اللي انا شخصيا بحبها جدا جدا ومتحمسه لها جدا، الحلقه اللي بوريكم فيها كتب جديده انضمت لمكتبتي. الكتب المره دي كمان هي جفت مقدمه من غاف ومسعى. شكرا جدا جدا ليهم على الكتب الحلوه اللي هوريها لكم دلوقتي. ويلا بينا نبدا الفيديو على طول. خلينا نبدا مع اول كتاب، وهو اكتر كتاب انا متحمسه ليه. هو ثلاث امهات وثلاث بنات، تعاون ما بين طبيب نفسي يهودي وهو مايكل غوركن وامراه مسلمه وهي رفيقة عثمان، ترجمة أمل إسماعيل. عايزة بس أقول لكم إن الكتاب ده كان مشروع تخرج أمل إسماعيل، وهو مش ترجمة حديثة خالص. الكتاب ده مترجم من 20 سنة طبعا، يعني قبل نشره هي أعادت صياغة الموضوع تاني وتحرت دقة أكتر عن حاجات كتير فيه وعن اللكنات علشان يظهر بأفضل صورة ممكنة. ولكن أنتم متخيلين إن هي انتظرت 20 سنة علشان تقدر تحصل على حقوق النشر ويتم ترجمة الكتاب ده. الكتاب ده أقرب حكاية فيه اتحكت في 1995، يعني في وقت ما كانش الحكي فيه سهل خالص خالص، وما كانش التعاون اصلا ما بين طبيب يهودي وما بين امرأة مسلمة ده اصلا ما كانش سهل ان هو يحصل. الموضوع مش زي دلوقتي ان انت بتصور صورة او بتصور فيديو وتقدر تعيش الحدث وقت وقوعه. لا، الموضوع يعني ما باجي اتخيله كده شغل وحاجات ميدانية بقى على ارض الواقع رهيبة، وهتحتاج مجهود رهيب علشان تحصل، علشان الكتاب ده يوصل لنا. الكتاب بيلقي الضوء على الحياة اليومية الفلسطينية في ظل الاحتلال الإسرائيلي، الضوء عليها من خلال ثلاث عيون من الأمهات وثلاث عيون من البنات، يعني أجيال مختلفة في مناطق كمان مختلفة، مش في نفس البقعة أو مش في نفس المكان، لا هو في أماكن مختلفة من فلسطين. فكرة الكتاب بالنسبة لي مبهرة. أنا مؤمنة إنه للأسف يعني في أي موقف في الحياة التجربة الأصعب فيه بتكون من نصيب يعني النوع ده من الكتب أو النوع ده من الحكي أنا شخصيا بكون مهتمة جدا جدا بيه. اللي قرأ كتاب 19 امرأة وحبه أعتقد إن هو هيحب الكتاب ده جدا جدا وهيتبسط بيه. أنا بدأت في الكتاب وعجبني جدا الجزء التوضيحي، خلاني اعرف عن الكتاب اكتر من قبل ما اقراه وعن المترجمه كمان. متاكده ان انا لما اخلص الكتاب ده هيكون لي ما بيننا كلام كتير قوي اكتر من اللي انا قلته دلوقتي. الكتاب اللي بعده هو حديقه الحقيقه لسيد حسين نصر، ترجمه خالد البدور. سيد حسين نصر هو احد اهم المتخصصين في الفكر الاسلامي، هو كمان استاذ الدراسات الاسلاميه في جامعه واشنطن. في الكتاب ده بيحاول يقدم سيد حسين نصر خلاصه مسيرته مع التصوف، وهي مسيره تتجاوز ال50 عام. الكتاب بمثابه معالجه عصريه للناس اللي حابه تفهم عن التصوف الاسلامي وتقرا عنه وعن تاريخه وعن كبار رواده. انا شخصيا مهتمه بده جدا، والمجال ده بالنسبه لي من المجالات الشائكه كده والمثيره للاهتمام جدا. دايما بنكون متخوفين بقى انه علشان نفهم الموضوع محتاجين نلجا لامهات الكتب، وطبعا امهات الكتب على عيني وعلى راسي يعني، بس فكره انه تقديم الموضوع بطريقه عصريه تتناسب مع الجميع دي بالنسبه لي فكره مثيره للاهتمام جدا جدا. كمان قريت عن الكتاب انه هو اللغه بتاعته سلسه، وفي رايي انه سلاسه اللغه دي لازم تبقى حاجه اكيده علشان تخدم الفكره وتخلي الكتاب كتاب ناجح. قلبت في الكتاب شويه واتاكدت بنفسي من موضوع سلاسه اللغه ده. كمان لاحظت وجود هوامش قوي ان الكتاب فيه جزء بيناقش ليه التصوف الاسلامي بيتهاجم. من الحاجات المثيره للاهتمام بالنسبه لي ان الكتاب مقدم من شخص اكاديمي، يعني الموضوع مش بس هيكون مبني على افكاره او عن اهوائه او رؤيته تجاه الموضوع، لا هو كمان في جزء اكاديمي. سيد حسين نصر تتجاوز مؤلفاته ال50 كتاب، وده احد الكتب منهم. انا متحمسه جدا للكتاب ده. الكتاب اللي بعده هو معارك الكتب في الشرق والغرب لعزمي عبد الوهاب. الكتاب بيلقي الضوء على بعض حوادث المنع او الرقابه الشديده جدا اللي قد تصل لمنع الكتب او منع تداولها. عجبني في الكتاب ان هو ما حصرش الفكره في زمن معين او في مكان معين، هو قسم الفكره ما بين شرق وغرب، انه هنا بيحصل كده وهنا بيحصل كده، فتعالوا نشوف هنا ايه النماذج اللي حصل فيها ده وهنا ايه النماذج اللي حصل فيها ده وتمت ازاي. بيعجبني في النوعيه دي من الكتب انه بيعرفك على كتب اكتر وبيسري عندك المعلومات اكتر سواء عن الكتب او عن الكتاب، وبيديك لمحه عنهم، غير ان هو طبعا يعني بيخليك مطلع وثقافتك في الموضوع بتزيد وبتبقى اكتر. فانا متحمسه للكتاب ده جدا. تخيل تقرا 40 كتاب في كتاب واحد، ومش اي 40 كتاب ده، انت عندك بقى اولاد حارتنا، طبائع الاستبداد، اليهود واليهوديه والصهيونيه، عروبه فلسطين والقدس في التاريخ القديم، في الشعر الجاهلي، وغيرهم كتير من الكتب الرائعه اللي بيناقشها في مديح الكتابه للكاتب المصري ورئيس تحرير مجله الهلال الاسبق هو سعد القرش. الكتاب زي ما باين من عنوانه كده هو هيتكلم عن 40 كتاب وكاتب وعن تجربه كتابتهم. عجبني العنوان الجانبي للكتاب وهو قراءه في مؤلفات اطول عمرا من اصحابها. كتاب يعني او العنوان ده السطر ده
بيدعم فكره انا شخصيا مؤمنه بيها جدا جدا، ان الكتابه الحلوه بتقدر تعيش وتدوم، يمكن حتى بتقدر تعيش اكتر من العمر اللي الكاتب نفسه هيعيشه. الكتاب ده فكرته او في جزء من فكرته كده شبه فكره الكتاب اللي قبله، ان هو بيعرفك على كتب كتير جدا وعن كتاب كتير جدا، يمكن لسه الفرصه ما اسعفتكش ان انت تقرا عنهم او تقرا كتابهم. خلاص بقى اظن بقى واضح يعني، بس نوعيه دي من الكتب انا بحبها. فكره القاء الضوء على الكتب الحلوه والكلام عنها بشكل ممنهج ومدروس من حد بقيمه الكاتب سعد القرش. مش هقول ان الفكره دي شبه شويه اللي انا بحاول اعمله هنا، لان هو اكيد بيعملها بشكل اكبر واعمق كتير من اللي انا بعمله، بس فكره القاء الضوء على الكتابه الحلوه تستحق القراءه وتستحق الاطلاع. فانتظروا كلام كتير لما اقرا الكتاب ده ومراجعه عنه. الكتاب اللي بعده هو راعي القطيع لفرناندو بيسوا. الكتاب ده من ضمن سلسله بعنوان مدائن شعريه. راعي القطيع ويليه الراعي العاشق، وعده قصائد متفرقه على لسان البرتو كاريرو اللي اتمنى اكون بنطق اسمه صح، وهو احد الزوات الثلاثه لفرناندو بيسوا. يقال ان من الحاجات المميزه في الكتاب ده ان هو مكتوب بطريقه ان هو بيكلم نفسه او بيفكر او بيكلم احد اصدقائه، مش ان هو بيكتب. اعتقد ان الطريقه دي في كتابه الشعر هي طريقه مش عاديه وطريقه مميزه. ما قراتش لبيسوا قبل كده، وحابه ان دي تكون تجربتي الاولى معاه، خصوصا ان الكتاب مش كبير، وان الكلام اللي مكتوب عن الترجمه هو كلام محمس جدا. الكتاب مترجم عن الاسبانيه مرفقه بالنص البرتغالي. الكتاب اللي بعده هو روايه النماص سفر الرحيل والبقاء للكاتبه السعوديه بلقيس الملحي. متحمسه لفكره الروايه ومتحمسه اشوف الكاتبه هتصيغ الفكره دي ازاي، لانها في رايي فكره مش سهله. فكره مناقشه ازمه الهويه ما بين اللي اتولدت عليه وما بين اللي بقيت عليه، ما بين مسلم سعودي وما بين يهودي يمني. متحمسه اشوف الكاتبه هتصيغ الفكره دي ازاي، ومش بس الفكره، متحمسه اشوف هي هتنقل العادات والتقاليد بتاعه البلدين واللهجات ما بين المملكه السعوديه وما بين اليمن، هتعمل ده بشكل عامل ازاي. عارفه ان انا قلت ده كتير، بس بجد الروايه دي انا متحمسه جدا 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 لقراءتها. الانفصال روايه من الادب اللاتيني للكاتبه سيلفيا ازاري. الكلام عن الروايه دي محمس جدا جدا، والمشهد الافتتاحي بتاع الروايه دي عبقري. الروايه بتناقش اعمق علاقه من وجهه نظري ما بين الراجل والمراه، وهي الزواج من ثم الانفصال والحياه ما بعد الانفصال، او علشان نكون دقيقين يعني هي بتعمل العكس، بتناقش الانفصال وبعد كده الجواز. مش بس كده، هي كمان بترجع للمحه من الماضي علشان نشوف بدايه تكوين كل حاجه كان امتى وازاي بالظبط في عقلنا، لانه ده بيأثر علينا بعد كده في حياتنا وفي اختياراتنا وفي شكل حياتنا وهتستمر ازاي. الكتاب اللي بعده هو روايه ضخمه شويه من الادب اللاتيني برضو بعنوان اثر رساله لروساريو رارو. اتمنى اكون بنطق الاسماء صح يا جماعه، يعني لو بقول الاسماء مش صح صلحوا لي في الكومنتات. بدور احداث الروايه في اسبانيا الستينات. الروايه مزيج ما بين وقائع وتاريخ واحداث وتشويق كبير جدا. طريق رساله بتيجي لبطله الروايه نوريا بتقلب حياتها راسا على عقب، من حياه هاديه وبسيطه جدا جدا لحياه مليانه بالمغامرات بتكتشف فيها نفسها وبتكتشف فيها الواقع المظلم لبلدها. عجباني فكره الروايه والكلام المحمس عن المترجم طه زياده. بالمناسبه هو نفس المترجم بتاع الروايه اللي قبلها اللي هي برضو عجباني ومتحمسه ليها، روايه الانفصال. الكتاب اللي بعده هو الطفوله سيره ذاتيه للكاتب الروسي ماكسيم جوركي. ما اخبيش عليكم انا حد مش شاطر خالص في الادب الروسي، يعني حاجات بسيطه قوي اللي انا قراتها ومهتمه فيها في الادب الروسي. من وقت ما قرات المراسلات ما بينه وما بين انطون تشيخوف وانا بقى عندي فضول شديد تجاه جوركي وتجاه حياته وادبه، ولكن يعني لسه ما بداتش في الموضوع بتاع ادبه ده، فلو تقدروا ترشحوا لي حاجه او تقترحوا لي حاجه ابدا بيها هكون ممتنه جدا. فكره انه الطفوله وان كل حاجه بتتكون عندنا بنكمل بيها حياتنا هي بتتكون في الطفوله، دي فكره مثيره للاهتمام. مثير للاهتمام اكتر بقى ان هو اصلا شخص معروف عنه ان حياته ما كانتش سهله خالص وما كانتش بسيطه خالص، وده انا اتاكدت منه بنفسي يعني من المراسلات بتاعته. فيا ترى الطفوله بتاعته بقى كمان كان شكلها عامل ازاي. بتبدا معاناه غوركي في طفولته من وفاه والده وانتقاله للعيش في بيت جده كيتيم، وعشان كل حاجه حلوه بدايتها لازم بتكون عند الجد والجده. فغوركي بيقول ان جدته كانت مخزن لا ينضب من الحكايات وان هي كانت الهامه الاول. في المذكرات دي غوركي مش بيحاول بس يتكلم عن نفسه، لا هو بيتكلم عن روسيا المواطن البسيط في القرن ال19 وبيحاول ان هو يؤرخ فيها الحياه الاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه وحتى الروحيه للمواطن ده في الوقت ده. يوميات التلصص للكاتب البحريني حسن مدن. الكتاب ده نقدر نصنفه تحت بند السيره الذاتيه، ولكن هو مش تحت بند السيره الذاتيه الكلاسيكيه او التقليديه اللي احنا نعرفها. الكتاب ده رؤيه مختلفه او شكل مختلف من السيره الذاتيه. الكتاب ده هو سرد اليوميات حصلت بالفعل مقسمه ما بين قرات وسمعت ورأيت. المفروض انه بيسجل مشاهدات الكاتب نفسه عن حاجات مختلفه، ومن خلال مشاهداته وتدوينه للحاجات دي بيكتشف معاها نفسه. اقرا لكم حته من البايو علشان توصل لكم اكتر ليه انا شايفه السيره دي من السيره الذاتيه المختلفه. ان الكاتب الذي يرى ما حوله يرى في الآن نفسه ذاته، أكان واعيا بذلك أم لا؟ فتلصصنا على ما يحيط بنا
هو في صورة من الصور تلصص على الذات أيضا على ما يشد انتباهها أكثر من سواه، فضلا عن أن الكاتب وهو يمارس هذا التلصص ويكتبه يضع نفسه ربما من حيث لم يرد في دائرة تلصص الآخرين عليه. آخر كتاب هو كتاب سيرة ذاتية، برضو هو قصة قلبي، سيرة ذاتية لريتشارد جيفرز، وهو الكاتب البريطاني اللي اشتهر بتميزه وتفرده في الكتابة عن الريف الإنجليزي. الكتاب بيتكلم عن حياته، ولكن مش بس فكرة تاريخ أهم الأحداث في حياته، هو بيتكلم عن تجربة حياته ككل. بيتكلم كمان عن رحلات الحج الوجدانية اللي بيستعيدها الكاتب في الكتاب ده، وبيتكلم عن فلسفة ريتشارد جيفرز في كثير من نواحي الحياة. من المثير للاهتمام ان الكتاب ده اتكتب في وقت كان الكاتب فيه بيمر بتعب شديد جدا جدا، وان هو معاش بعد الكتاب ده اكثر من 4 سنوات. انا من الناس اللي بتحب تتعرف على الكاتب الاول من خلال سيرته الذاتية، فبما اني لسه ما قراتش للكاتب ده حاجة، فانا متحمسة ان انا ابدا بقراءة سيرته الذاتية، وبعد كده نقرا للكاتب نفسه حاجات. وبكده اكون كلمتكم عن كل الكتب الجميلة اللي وصلتني من غاف. شكرا جدا جدا ليهم. هقول لكم في الديسكريبشن هيكونوا موجودين فين في معرض القاهرة وخصوماتهم وكل التفاصيل الخاصة بيهم. لو فيكم حد قرأ حاجة من الكتب دي يا ريت يقول لي تحت في الكومنتات، ولو حابين ان احنا نتكلم عن كتاب معين منهم برضو قولوا لي تحت في الكومنتات، وانا اكيد هعمل ده. لحد ما نتقابل قريب جدا في حلقة جديدة، كونوا بخير. قولوا لي تحت في الكومنت ناويين تزوروا معرض الكتاب السنة دي ولا لا، ولو ناويين وان شاء الله ناويين، ايه هي القائمة بتاعتكم؟ حطيتوا قائمة لمعرض الكتاب ولا لسه؟ انا شخصيا قائمتي لمعرض الكتاب واضحة وهشارككم بيها، بس يعني بعد معرض الكتاب بقى، بعد ما نكون اشترينا الكتب خلاص. زودت 50 جنيه زودت 50 جنيه على الميزانية.